لتغطية هذا الحدث الرياضي الهام. مساء الخير على سالة قيس. مرحبا بك ايضا، مرحبا بكل المستمعين مع صباحية صوت واضح. 5/5 صوت واضح والديكور واضح وراك. حلوة البلاصة اللي انت حلوة البلاصة. ماذا بك غادي سمير؟ اي محليها ولا محليها البقى. ذيك اجواء القاهرة خويا بيان انستالي. قيس طمنا عليك ساعة قبل كل شيء وقبل الترجي. الحمد لله. في 5 ايطاج في شقاوي هبط للريتشوسي. علاش الريسك هذا؟ اهلا وسهلا مرحبا بك قيس. اذا معنا مباشره من القاهره. اخر الاجواء واخر الاستعدادات والاجواء حطنا في الاطار قيس. ايضا اليوم الترجي الرياضي التونسي اليوم الثاني للترجي التونسي والفريق الكل في القاهره. اليوم كانت التمارين في ملعب الاستاد الحربي في القاهره. في كيف قبلها كانوا موجودين زوج لاعبيه بوغرة وكذلك ياسين مرياح كانوا موجودين لتصريحات باش يتم نسمعوا مع بعضنا التصريحات بعد قليل. الحاجه المهمه انه الجماهير الترجي التونسي هوني بعداد كبيره برشا ايمن موجوده في القاهره. تنقل كبير ياسر، تنقل بكثره في تاريخ ملوك التنقلات. والحقيقه مش غريب على الجماهير التونسيه الكل. الجماهير التونسيه معروفه بها تنقلاتها خارج تونس. مبين نحب نسألك هنا قيس في النقطة دي نتاع الجمهور. برشا رسائل وبرشا استفسارات من قبل الجماهير اللي ديجا تحولت في مصر وموجودة غاديكا سور بلاس، وكذلك بالنسبة للجمهور اللي مازال موجود سواء في تونس ولا خارج تونس ومازال ما تحولش لمصر، باش يتحول غدوة ولا صبيحة يوم المباراة. ثم تخوفات كبيرة ياسر بارابور لعدد الأماكن المخصصة لجمهور الترجي الرياضي التونسي في ملعب القاهرة اللي هي أقل برشا من العدد المتوقع للجماهير. وهوني ثم تخوفات انه ناس تدخل وناس ما تدخلش. وهوني اداره الترجي كيفاش تصرفت في الموضوع، كيفاش بتتصرف، وشنو الاخبار في النقطه هذه بالذات قيس؟ بالضبط ايمن، الحديث هوني كان على انه جماهير الترجي التونسي باش تحصل على 3500 تذكره فقط. لكن فما برشا جديد في الموضوع هذا، ونجم نطمنوا جمهور الترجي التونسي اللي جاي. خلينا نقولوا العدد المتوقع تقريبا اللي باش يكونوا حاضرين هوني في استاد القاهره نهار المباراه. يوم المباراه نحكي ايضا فما تقريبا ما بين 7500 و 8000 من مشجعي الترجي الرياضي التونسي. عدد كبير يعني فوق العدد اللي تم منحه لجماهير الترجي الرياضي التونسي. الحديث زاد انه باش يتم استغلال العلاقات الطيبه بين الناديين، النادي الاهلي المصري والترجي هيئه الترجي الرياضي التونسي، لمزيد من الجماهير الترجي التونسي والسماح للعدد هذا الكل انه يكون متواجد نهار المقابله. ثم من جهه اخرى اذا كان هذه معناتها نجموا نحكي فيها في الاجتماع الامني نتاع غدوه اللي باش يصير واللي باش يتم تحديد فيه على العدد النهائي في شبكه او الجمهور اللي يدخل للملعب. يعني تمش الموافقه على الزياده منع كامل الجماهير الترجي التونسي من الدخول للملعب، فان اداره الترجي التونسي من الممكن ياسر وبنسبه كبيره هي باش تقتني التذاكر باش تساهم الاهلي المصري ويحطوا قطاع اخرى لجماهير الترجي التونسي بالطبيعه بالتشاور مع الاتحاد الافريقي لكره القدم والتذاكر باش تقتنيهم اداره الترجي التونسي وتعطيهم بالمجان لجماهير الترجي التونسي كجائزه او وفاء باللي صار مع جماهير الترجي التونسي في هذه الكل اللي نعرفوا ان الكل كانت معرضه للعقوبه وجماهير الترجي كانت يعني منضبطه جدا الموسم هذا. باهي قيس اقعد معنا بعد شويه باش نسالك على البرنامج من التحضيرات، تفاصيل حس تمارين اليوم ولا تصريحات معك انت فقط. خلينا ناخذ راي سعود باقي وسمير في النقطه هذه مهمه ياسر. ثم ناس تكبدت مصاريف التنقل وصرفت فلوس وتوا خايفه متعشر راح تدخل ولا ما تدخلش. الخوف من انه يصيروا التحامات وديزاكروشاج مع جماهير مع قوات الامن. قيس بنينه يقول لنا 3500
500 تذكرة، في المقابل ثم ما أكثر من 8000 مكشخ مشاو للقاهرة. دونك ثم ديفيرنس كبيرة ياسر في الرقم. وهل تكفي العلاقات ما بين إدارة الأهلي وإدارة الترجي؟ هل هي كافية وإلا ثم علاقات أخرى على مستوى أعلى في علاقة بالسلطات بالأمن بالسلطات السياسية هنا لازم تتدخل، وإلا يكفي مجرد العلاقات بين الترجي والأهلي يا سعد الباقي؟ كل أنواع العلاقات هنا عندها أهميتها، سواء كانت علاقة في مستوى السلطة أو علاقة في مستوى الأندية زوز مع بعض. والشيء المؤكد أنه لا خيار إلا أنهم يعملوا حل في المسألة، وأنا أنتظر أن يكون هناك حل، خاصة وأنه استاد القاهرة يتسع تقريبا 90,000 ولا 80,000. وبالتالي ما نتصورش أنه مش يكون ثم إشكال كبير. 90,000 بلاصة فلاب مش كيف نحن مش بالأمن فيها 40 يصلحوا 20,000 ما يصلحوش. معناها الملعب الكل ديسبونيبل. نتصور أنه ثم سوفيزامون ديسباس باش يجموا يلقاو حل. ولو أنه أنا ديما نلوم على روحي، لأنه التنسيق لتنظيم المباراة هذه وتنظيم تنقل الجمهور راهو نورمالمون حقه صار من اللي ترشحوا زوز فرق للفينال، ونعرفوا أنه عندنا فريق تونسي مش يمشي للقاهرة. هنا أنا نتسائل تو لي زاجونس دو فواياج اللي تشكي من السياحة وكذا، واحد وين التنسيق هنا مع مصر ومع السفارة في تونس، سفارة تونس في مصر، ويتعاملوا دي باك يتباعوا كاملين بالتذكرة نتاعهم باش يولي المواطن يخرج من هنا ياخذ طيارة عارف روحه عنده تذكرته مش يدخل الاستاد. ما دخول الاستاد من غير تذاكر هما باللي باسبور دخول الاستاد، وكانت المعاملة بالمثل فقط الاستظهار بالباسبور. دونك عدد التذاكر مش ممكن تحديد. قال لك تو ترجي مش تجري تذكر تحطهم على ذمة الواحد، على ذمة الأحباء، أي كحل إضافي يعني. هذا شو وصلنا الحلول الإضافية، ما نعمل حلول من الأول. حتى إذا كانوا الدخول بالباسبور فقط تنجم تنظمها عن طريق شركات السياحة. هذه من الماء نقولوا راهو ثم 4000 بلاصة وثم جيتون مش تعطاك باش تدخل بيه الاستاد بلاش. فهمت؟ مع الباسبور نتاعك ثم انت كي مش تدخل بيه معناه وتتنظم العملية. خاطر راهو بخلاف هذا ثم برشا توانسة في مصر يحبوا يدخلوا يتفرجوا من مختلف الفرق التونسية راهو يحبوا فرصة اليوم بالنسبة لهم يقابلوا التوانسة واحبابهم واصحابهم ويعملوا جو مع بعض. ومش بالضرورة تتحدد من قبل لي زاجونس دو فواياج، على خاطر زاد ثم توانسة في مصر، ثم توانسة في باريس وفي المانيا وفي كندا وفي بلجيكا اللي يقول لك مانيش مطالب باش نتعدى باجونس دو فواياج تونسية وما ياخذوش فيزا بالفيزا شنغين يتعداو من غادي يتعداو مع عدد هذوما عادي. دوك ما تنجمش عدد هذوما مش يكون قليل وقليل جدا معناها، وهذوم بيديهم يلزم تفكر فيهم وتعمل خطة لاحتوائهم واستيعابهم باش ما نقعوش في اشكال. راهو ما احناش في حاجة لأي مصادمات. راهو خلينا نقولوا احنا جمهورنا معناها تحب ولا تكره، الجمهور التونسي نحكي معناها سخان شوية، فهمت؟ وكي تقع المصادمات تتفكر ايش صار 2007 الجمهور النجم في مصر، قبلها واللي بعدها جمهور ترجي في مصر دخل فيها وقتها نتذكر الزمالك والافريقي نتفكروا معناها حادثة ابو قلبية واحد. ماذا بينا الطرفين نعملوا الماكسيموم بوسيبل باش راهو في اخر الامر تقعد كان علاقاتنا ببعضنا كعرب كمسلمين مع بعضنا، لانه مصيرنا مهدد راه ومصيرنا مهدد ما يلزمش تحسن فيه ماتش بتاع كوره، يلزم يحسن فيه تقاربنا لبعضنا وايجاد الحلول لبعضنا في كل ما يجم يزيد يقربنا من بعض. باهي هذا في خصوص الجمهور. قيس نرجع لك من جديد، هات ناخذوا الفولي سبورتيف. شنو هي اخر الاخبار المتعلقه بالترجي؟ برنامج التحضيرات اليوم كانت الندوه، كانت حصه التمارين وكانت نقطه صحفيه سبقت حصه التمارين تحدث فيها بوقره ومريا. حطنا اكثر في الاطار بارابور البرنامج التحضيرات الترجي. اليوم الندوة الصحفية وكان موجود فيها كما قلنا ياسين مليح وأسامة بوقرة. التمارين تقريبا كانت مع 5:30 نتاع العشية بتوقيت تونس، 7:30 بتوقيت القاهرة. الحقيقة استقبال كبير من كل الموجودين هم من جماهير الترجي التونسي وحتى من الملاعبية في نزل الإقامة اللي الحقيقة نجم نقولوا إنه إقامة مريحة جدا هوني في القاهرة لكل لاعبي الترجي التونسي. شفنا خليل تمام كان حاضر هوني ويساند في كل الملاعبية ومشى معهم لملعب التمارين. الصحافة المصرية كيف ما أكيد تعرف
يعني في كبيره في الندوه الصحفيه وفي النقطه الاعلاميه كانت حاضره بعدد كبيره للمباراه. برشا صحفيين كانوا مسائين انه ما خذوش لاكريديتاسيون والكاف ما عطاهمش لاكريديتاسيون تاع المقابله هذه. الناس الكل حبت تحضر ونفهموا خاصه بعد ما صار واللي صار في مباراه النهائي كاس الكاف بين الزمالك ونهضه بركان. ايمن اليوم بوقرة كان يتحدث على المباراه. الحقيقه شفنا في كلامه برشا روح انتصاريه. نسمعوا مدرب شنو قال ايمن باش نزيد نحكي اكثر على الكلام زاد اللي الفوز الكلام اللي قالوا تحس انه من لاعبيه جاهز للمقابله هذه. تصور معنا ماتش باش يكون صعيب، نهائي صعيب بالنسبه لنا كترجي، يعني مش تلعب نهائي ولكن كما حكيت المره اللي فاتت كبير الاهلي المصري خاصه على ارضه وعلى مع جمهوره. نتصور باش يكون ماتش صعيب. نتيجه 0-0 كابتن، هل نتيجه مؤلمه؟ مش نتيجه ايجابيه ومش نتيجه سلبيه. احنا نتعاملوا مع المباراه ان شاء الله كل دقيقه ودقيقه، وانا ان شاء الله نفرحوا جمهورنا. هذا أسامة بوقرة لاعب الترجي. كذلك نقطة صحفية كان حاضر فيها ياسين مريح. قيس بالضبط، ياسين مريح خلينا نقولوا طرفة أي صار اليوم في ملعب التمارين ياسين مريح. ياسين مريح اللي القى التوأم نتاعو هم في مدينة القاهرة، يعني هو داخل التمارين القى شبيه ياسين مريح. توأم شبيه ياسين مريح في حصة التمارين. مصري هذا؟ مصري بالضبط، مصري موجود في الملعب. كان عمل بعض الصور مع ياسين مريح. يعني توأم تاع ياسين مريح ماهوش رودريجو. ماكش تحكي على رودريجو، تحكي على مصري. خاطر ثم واحد يشبه ياسين مريح اكثر من رودريجو. تينا فرقوش بيناتهم، ما كانوش البوست. الحقيقه ضمن نقولوا 80% نفس الشبيه. من هوني للثمانية بعث لنا تصوير شبيه ياسين مريح. هذه اهم نقطة، هذه أهم حاجة، أهم الماتش بيدو وأهم الفينال. ويا قيس اكيد نبعث لكم الصوره ونصورهم بعد على حتى ياسين مريح كان يتحدث على المباراه بتاعت نهار السبت وكان فقط بدايه الصحافيين المصريين كانوا حاولوا انه يحكوا معي على نتيجه المباراه. كان فاكر انه المباراه تكون 50-50 ما بين الزوج فرق، وهذا ما كان يحدث.